عرض سرفايفر سيريس السنة دي يا جماعة انتهى بنهاية ضعيفة جدا ما تليقش خالص بالأسماء اللي كانت موجودة في المباراة، وكمان شفنا نهاية حزينة جدا للجريتست اوف اول تايم جون سينا في آخر عرض شهري ليه في مسيرته. فمن غير كلام كتير في البداية تعالوا كده مع بعض نشوف ايه اللي حصل في سرفايفر سيريس وور جيمز 2025. بدايتنا هتكون من عند الجريتست اوف اول تايم الانتر كونتيننتال تشامبيون ذا نيفر سين 17 جون سينا. بيدخل دومينيك ميستيريو ومعاه الأخت راكيل رودريجيز والأخت روكسان بريز، وبعدها بيدخل جون سينا لاخر مره في عرض شهري في مسيرته كلها. ومش عايز اقول لكم قد ايه جون سينا خد تشجيع جامد جدا من الجماهير، مع ان برضه دمدم خد شويه تشجيع محترمين من اهل بلده. المهم الماتش بدا بسيطره من دمدم، وبعد كده بنلاقي دمدم بيشتت الحكم وراكيل رودريجيز بتهاجم جون سينا، ولكن بعدها جون سينا بيبقى عايز يهاجم دمدم، لكن راكيل وروكسان بيقفوا قدامه. تحس اصلا ان جون سينا النهارده كان بيواجه راكيل وروكسان بدل ما هو كان بيواجه دمدم. المهم بعدها كده شفنا لقطه حسينا ان دمدم ودع الملاعب حرفيا، قلنا دي اصابه وخلع في الكتف والحوار ده كله بسبب النزله اللي هو نزلها الغبيه ديت، ولكن بعد كده اتضح ان دي خدعه والحكم كان مشغول مع دمدم تحته والدكاتره والحوار ده كله. فبيدخل بقى روكسال وراكيل وبيهاجموا جون سينا، والبت راكيل بتنزل بجون سينا نازله جامده جدا يا جدعان. وبعدها دمدم بيطلع الحلبه جري وبيعمل لجون سينا 619 وبينزل عليه بسبلاش قوي وعايز يعد، ولكن الحكم ما بيرضاش يعد عشان يقول له انت يا ابني انت مش كنت متلقح تحت وعامل نفسك مصاب، انسى الحوار ده كله. وبعدها بيطرد راكيل وروكسان من المباراه. فسينا بقى بيمسك دمدم وبيعمل له اس تي اف، ولكن دمدم بيمسك الحبل على اخر لحظه. وبعدها بشويه دمدم بيحاول يثبت جون سينا، لكن سينا بيفك التثبيت في اخر لحظه، وبعد ما بيفك التثبيت بيمسكه بيعمل له ايه ولكن دمدم بيفلت برضه من التثبيت. وفي وسط الحوارات كلها اللي شغاله ديت ما بين دمدم وسينا، فبنلاقي سينا بدل ما بيدخل شولدر اتاك في دمدم فبيدخل في الحكم بالغلط، وبعدها بيدخل الجاجمنت داي فين بالور وجيدي ماكدونا وبيهجموا على جون سينا. ولكن بقى جون سينا بيفاجئنا كلنا ان هو اصلا ما بيحوقش معاه ولا فين بالور ولا جيدي ماكدونا، وكمان بيمسكهم وينزل بيهم دبل ايه زي اللي عملها الايدج والبيج شو في راس المنيا 25. فحرفيا اللقطه كانت جامده جدا ورجعتنا لذكريات زمان بجد. ولكن بعد النزله الجامده ديت بتدق موسيقى ليف مورجان وبترجع اخيرا بعد غياب طويل بسبب الاصابه. المهم ليف مورجان بتدخل وبتقف قدام دمدم وبتضربه بالقلم، وبعدها بتروح لجون سينا وتحضنه، وبعدها بتتحول على جون سينا وبتديله واحده لو بلو، وكده بتكون ساعد الدمدم اللي بيخلص المباراه وبيرجع لقب القارات من جديد. وهنا بتكون دمدم في ليله واحده بيرجع ليف مورجان ولقب القارات في نفس الليله. وبعدها جون سينا بينزل يودع الجمهور لاخر مره في عرض شهري في مسيرته كلها، والجماهير كلها كانت بتودعه وبتقول له ثانك يو سينا ثانك يو سينا. فبجد شكرا من قلبنا كلنا لجون سينا على مسيرته كلها اللي استمرت اكتر من 20 سنه. وبكده بتكون جون سينا فترته بلقب القارات انتهت بعد 20 يوم بس بقى انا عايز افهم حاجه، هو ايه العبث ده؟ انا عايز افهم برضو ايه العبث اللي احنا بنشوفه ده. النهارده جون سينا اتضرب من روكسان بريز واتضرب من راكيل رودريجيز واتضرب من ليف مورجان، التلاتة عملوا على حفله بجد. سيبك من كده، هم التلاتة مع الجاجمنت داي وبيساعدوا دمدم، بس ليه بجد ليه لجون سينا اخر مباراة في عرض شهري ليه في مسيرته تخلص بالشكل ده؟ فين بقى؟ انا عايز اعرف فين بقى ري ميستيريو؟ انت فين يا عم؟ انت من ساعة ما رجعت وانت عمال بتهجم على ابنك، وطلعت الاسبوع اللي فات وساعدت جون سينا في عرض الرو ولعبت معاه مباراة ضد الجاجمنت داي. انت فين بقى النهارده في مدينتك؟ قول لي بقى انت فين؟ انا عايز افهم انت فين؟ ده خمسة طلعوا ضربوا جون سينا وانت مش هنا. بتتكلم في روكسان وراكيل وليف وماكدونا وبالر وانت برضه مش هنا، امال كنت بتطلع تساعده ليه؟ اما بالنسبه لليف مورجان خلي بالكم كان اصلا المفروض ميعاد رجوعها كان في بدايه 2026، ولكن التعافي بتاعها اسرع، رجعت في عرض سرفايفر سيريس، يعني رجعت قبلها بشهر او شهر وشويه. يعني عودتها برضه هتدي حماس جامد للجاجمنت دي الفتره الاخيره، خصوصا بقى هيكون في مناوشات ما بينها وما بين روكسان بريز بسبب اللي حصل في غيابها. عموما هنشوف كل ده من اول عروض الرو اللي جايه. بعد كده بقى هنروح للحدث الرئيسي، بنروح للماتش اللي الليله اصلا معموله عشانه، ماتش الوور جيمز. اعلى ماتش وور جيمز حصل من حيث الاسماء المشاركه فيه، يعني انت داخل حرفيا تشوف ماتش تكسير عظم للصبح. بس في حاجه كده اكيد لازم نتكلم عنها، وهي عدم وجود القفص اللي بيحبسوا فيه المصارعين بره. واتفاجئنا كلنا في بدايه العرض اصلا ان ما لقيناهوش ومش موجود، والماتش بقى عامل زي البلاد اند جاتس اللي موجود في الاي دبليو، ان كل مصارع يدخل عادي في وسط الماتش بدل ما الكل يدخل في الاول ويتحبسوا كلهم والكلام ده كله. يعني طب كل ده حصل ليه بقى؟ هو من رايي ان كل ده حصل عشان اكيد بروك ليزنر رفض انه يتحبس في القفص ده من الاخر، يعني ما ملهاش تفسير غير كده. المهم بقى نرجع للمين ايفنت، بيدخل البيست ان ذا وورلد بطل العالم سي ام بانك. ايه ده؟ انا عايز اعرف سي ام بانك داخل اول واحد؟ ده بجد ولا بتهزروا؟ يعني انتوا جايبين اكبر واحد في الفرقه واقل واحد يعمل مجهود،
داخل في الاول ده اللي هو ازاي يعني؟ عايز افهم يعني انتوا بتفكروا ازاي؟ يعني واحد زي جي اوسو او جيم اوسو ده مش مفروض واحد منهم يدخل في الاول؟ على الاقل هيدخل ويليت والحوارات بتاعته دي. ما دخلش ليه في الاول؟ نفسي اعرف اشمعنى بانك اللي يدخل الاول يعني. ده هو الراجل ناقص. احنا اصلا كنا متوقعين ان سي ام بانك يدخل يا الرابع يا الخامس، لكن في الاول دي صعبه. وخد بقى مين اللي داخل له اول واحد من الفيجن. داخل له مين بقى؟ برون بريكر. ياه، يعني انت كده تشوف كنت قاعد بتتفرج على الماتش وتقول يا ده سي ام بانك هيودع بدري بدري، الراجل خلاص هيدخل خلصان اصلا. المهم الماتش بيبدا. والله بنك صعب عليه في بدايه الماتش. الواد برون بريكر كان لازم يهدى عليه شويه بجد. لا 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 بجد. المهم تاني واحد من الفيجن بيدخل هو درو ماكنتاير. ده كده حرفيا انا قلت ان سي ام بانك هيموت. هيموت حرفيا. تخيل درو ماكنتاير وبرون بريكر عليه لوحده جوه القفص، هيفترسوه حرفيا. درو ماكنتاير اول ما بيدخل بيعمل كليمور لسي ام بانك. وتاني واحد من فريق الفيسز بيدخل هو كودي رودز. ولكن درو ماكنتاير بيقفل القفص وما كانش عايز يدخل كودي رودز. تحسوا كده ان هو كانوا عايزين يكملوا الحفله بتاعتهم على سي ام بانك جوه. ولكن كودي رودز بيطلع فوق القفص وبينط على درو ماكنتاير من فوق. وبعدين كودي رودز في وسط الحوارات دي كلها بيضرب سي ام بانك بالكوع وبيبقى فاكره هو برون بريكر. يا ابني انا اتحولت ولا ايه؟ المهم سي ام بانك بيتعصب منه ولكن بيكملوا هجومهم على درو ماكنتاير. مش عارف الواد كودي اتحول ولا ايه. وبعدها بيدخل لوجان بول. وكده بقى عندك لوجان بول وبرون بريكر ودرو ماكنتاير على سي ام بانك وكودي رودز. لوجان اول ما بيدخل بيجيب كرسي من تحت الحلبه وبيدخل بيه الحلبه. ولكن ما بيقعدش كتير وبيدخل جيمي اوسو. جيمي هو داخل بيجيب ترابيزه من تحت الحلبه وبيدخل بيها. ولكن بقى عينك ما تشوف الا النور يا مؤمن. حرفيا افترسوهم الثلاثه. حرفيا درو ماكنتاير ولوجان بول وبرون بريكر عذبوهم جوه. تحس كده ان هم كانوا بيعوضوا اللي حصل فيهم الثلاث اسابيع اللي فاتوا. وكل ده ولسه بروك ليزنر ما دخلش هو وبرونسون ريد. وعلى سيره برونسون ريد بيدخل بيج برونسون ريد. اهدى يا عم برونسون، اهدى يا عم برونسون. وبيعمل تسونامي للفريق كله. الواد داخل بص ما تعرفش رافع ايه. الواد داخل هايج عليهم حرفيا. بينزل التسونامي على كل الفريق. فبيدخل بقى الاسطوره اعظم من دخل حلبات المصارعه واعظم من هزت وسطها وسط المسارح الراقصه سوسو. بتدخل سوسو وسلام بقى. اول ما بيدخل حاجات غريبه بتحصل. انت بقى بتتشل من لا منطقيه اللي بتحصل في الحوار ده. المعلمه سوسو هي واخوها جيمي بيعملوا سوبر كيك بقى للفريق كله والفيجن مش قادرين عليهم. بص سبحانك يا رب، عمالين يطحنوا في كودي رودز وعمالين يطحنوا في سي ام بانك وعمالين يطحنوا في جيمي اوسو. اما سوسو دخلت رعبتهم موتتهم من الضحك. لا بقى واللي ينقطك اكتر بعد كل ده، بعد ما نايمهم كلهم والحوارات الزرقاء اللي هو عملها دي كلها، بيقول لهم يلا نشغل الاغنيه من تاني وبيطلع يعيد بقى والحوارات دي كلها. يا رب صبرني يا رب. يا ابني انت ماسك ايه بس؟ ماسك ايه على تريبل اتش؟ ماسك عليه صور ولا ماسك؟ انا نفسي افهم بس. انتوا هتجننوني ايه؟ اكتر مصارع بياخد ديسلايك في الشركه وبرضه بيدوله دفعات. ما تجننونيش. لا 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 بجد الحوار بقى مقرف بشكل مش طبيعي. الحوار بقى مقرف بشكل مش طبيعي. الواد ده بيقفلني كل ما بشوفه. ايه انا اول مره اشوف حد بيرقص في اي ماتش زي ده بترقص فيه ازاي في نصه؟ ده عيب خلي بالك. دي عيبه في وسط المصارعين دول كلهم. انت بتتكلم كله واقع مطحون وانت طالع ترقص حتى لو في ماتش تافه. ما ينفعش الحوار ده. صبرني يا رب صبرني يا رب. انت لو على ايام ماكمان كان زمانه ضربك بالنار. ولو انت في الاي دبليو كان زمان توني خرمك من الشركه اصلا. خليك ارقص يا اخويا، ارقص. ولكن هو بيرقص. اخيرا بيدخل الوحش بروك ليزنر. يا جدع خش اكنس الحلبه دي. خش يلا يا حبيبي. يلا اللي بيجي في وش. يلا يا بانك خد لك. يلا سوبلكس سيتي. يلا يا كودي F5. ولكن في وسط كل ده بيدخل الاو تي سي الاوريجينال ترايبال شيف رومان رينز. ولكن اول ما بتدق موسيقى رومان رينز تلاقي بروك ليزنر بيطلع بره القفص وبيبقى مستنيه بره. حرفيا حالف لك من اللي انت عملته في اخر عرضين رو يا جدع. المهم رومان اول ما بيدخل بيعمل له سوبرمان بانش وبعدين سوبرمان بانش مره كمان. ولكن بقى تعالى يا حبيبي تعالى F5 وبيكسر بيه ترابيزه التعليق. ده انت قرفتني يا جدع. تعالى. انا عارف والله انا عارف اصلا ان ده هيحصل. بروك ليزنر هيمسكه مش هيحله بعد اللي حصل فيه ده. مستحيل بروك ليزنر يقبل يحصل فيه الحوارات ديت كلها. بروك ليزنر بعد ما بيفترس رومان رينز بره القفص بياخده وبيدخل بيه وبيقفل عليهم القفص. وكده بتبدا مباراه الوور جيمز رسميا. ولكن في وسط الحوارات ديت كلها بتلاقي بول هيمان بيدي القبضه الحديد دي لوجان بول وبيهاجم بيها الكل. ولكن بعدها رومان رينز بيعمل له سبير وبيمسك الحديده وينزل بيها سوبرمان بانش. وبعد كده يعمل سبير للكل وبيدخل في بروك ليزنر بسبير هو كمان جي اوسو اتاخد في السكه. يلا يا عم في داهيه. ولكن بعد كده بيفوق برون بريكر وبيعمل سبير لكودي رودز. ماتش قلب مجزره حرفيا.
ولكن في وسط ما كان برون بريكر وسي ام بانك قدام بعض بتلاقي واحد نازل من فوق القفص ملثم ومقنع وانت مش عارف هو مين. يلا ما انت مش فاهم اي حاجه. ولكن المصيبه الاكبر انه بيدي لسي ام بانك سوبر كيك وبيعمل له ستومب. يا مين ده بقى؟ وبعدها بيفلق حرفيا من فوق القفص، ما تعرفوش هو ده مين. المهم بعد كده بتلاقي برون بريكر بيخلصها على سي ام بانك وبيعمل له سبير وبيثبته وبيفوز هو فريق الفيجن. حرفيا نهايه منطقيه جدا، وكان مفروض ان الفيجن هم اللي يفوزوا، وبالفعل هم اللي فازوا، وده هو الصح على فكره. يعني الفريق الفيسز كان لازم يخسر، بس الكل كان متوقع ان فريق كودي ورومان وبانك والليله دي كلها كانوا هيخسروا ولكن كانت هتخلص ازاي؟ الكل كان متوقع انها هتخلص بخيانه او بخلافات ما بين رومان وكودي او خلاف ما بين رومان وبانك، ولكن ما حصلش اي حاجه من ديت كلها. كل الحوارات دي كان بنملاها عبس. يعني انت لقيت في الاخر تلاقي رومان رينز راح يسلم على سين بانك وبيقومه عادي، ولكن عند كودي رودز بيقف قدامه. رومان رينز راح يقول له دي اخر مره انا هساعدك فيها، واخر مره هنبقى انا وانت فريق، افتكر الكلام ده كويس. رومان انا عايز بس افهم سؤال، انت لما رجعت وقبلت ان كودي رودز يقف جنبك في باد بلاد السنه اللي فاتت كنت انت فين وما قلتلوش لا كده؟ ايه الزعل اللي ما بينك وما بين كودي رودز؟ عايز افهم برضه، عايز افهم الحوار ده كله. كودي رودز عمل معاك مشاكل امتى؟ ما عملش معاك مشاكل من بعد ما العداوه بتاعتكم خلصت. انت مش معنى مشخصنها مع كودي رودز، ده انت اصلا المفروض تشخصنها مع سي ام بانك. ليه يا حبيبي؟ سي ام بانك كان عدوك في راس المانيا، انت ناسي؟ سي ام بانك خد منك بول هيمن قبل ما بول هيمن يبيعكم انتوا الاثنين ويروح لسيس رولينز. انت واعي انت بتقول ايه؟ فانت كده شكلك داخل على كودي رودز ورومان رينز للمره الثالثه في راس المانيا، الحدث الرئيسي على لقب الاندس بيدو دبليو اي تشامبيونشيب. فانا بجد مش حابب الحوار ده كله لو حصل ان الاثنين يبقوا فيسز في قدام بعض او حتى توينر قدام فيس، فلا مش راكبه معايا. عايز الماتش ده ينجح وعايز العداوه دي تبقى جامده جدا والبناء يكون ليها جامد جدا قبل راس المانيا. خلي كودي رودز هيل وش عشان العداوه دي تنجح، وباين اصلا من نظرات كودي رودز اللي هو حاسس اللي هو هيعملها قريب، مش عارف ليه. فيا ريت بجد لو هتكمل بالعداوه ديت ويكون ده الحدث الرئيسي لراس المانيا، فخلي كودي يقلب هيل ويخلصنا. اما بقى بالنسبه للشخص المقنع ده، هو مين بقى؟ مين الشخص ده؟ انا عايز بقى، سمعت كلام كتير بيقول لك جون موكسلي. اضحك؟ تعال بالعقل كده، جون موكسلي هو اهم واحد في شركته دلوقتي، هو اهم واحد في الاي دبليو. هيجي يعمل ايه هنا؟ وغير كده هو اصلا فاضل له سنتين في عقده، هيجي برضه يعمل ايه هنا؟ هتقول لي ده ملثم عشان ما ينفعش يظهر. يا حبيبي هو يفضل يظهر لك ملثم في الدبليو دبليو اي لغايه ما عقده يخلص في الاي دبليو؟ انت بتقول ايه بس عشان افهم؟ وعشان عمل ستون يبقى هو مبدئيا هو مش سيس طبعا، يعني مصاب ولسه مش هيرجع دلوقتي. ولو سيس يعني بالعقل يعني هيضرب بانك ليه؟ لما هيضرب بانك ويساعد الفيجن يكسبوا؟ ده الفيجن هم اللي مدمرينه. طب مين ده؟ هو يا حبيبي اوستن سيري، ملوش حل غير كده، ده اوستن سيري. وفي عرض الروك جاي لو اتضح ان هو هيطلع اوستن سيري وهينضم للفيجن، فده اوستن سيري بنسبه كبيره، ده اوستن سيري. مفيش حد له مصلحه انه ينضم للفيجن غير اوستن سيري او يساعد الفيجن غير اوستن سيري، عشان ده اللي كنا بنتوقعه طول الفتره اللي فاتت، وكنا بنقول ان سيس رولينز هيخلي اوستن سيري في الفيجن معاه. ولكن برضه في احتمال قوي او مش قوي قوي ان هو يكون جيكوب فاتو. ولكن هو جسمه يقول لك ان هو جيكوب فاتو، حركاته تقول لك ان هو جيكوب فاتو، سرعته تقول ان هو جيكوب فاتو. ولكن عيب حاجه واحده، مش معنى بانك. ايه علاقتك ببانك؟ هو بانك مثلا اللي ضربك وعمل لك الاصابه خلف الكواليس؟ مستحيل. وبانك اصلا ما كانش موجود في العرض ده. انت عارف لو كان كودي رودز اللي اتضرب او جيمي اوسو او جي اوسو كنت اقول لك ممكن ده يكون جيكوب فاتو بنسبه 90% او 99% كمان، لان واحد من الثلاثه دول ضربوا، او الاخص جيمي اوسو او كودي رودز او حتى درو ماكنتاير. ولكن ده ما حصلش، اللي اتضرب هو بانك. ودي كانت نقطه جدل عشان يشككوا الناس اللي ده سيس رولينز. ولكن لو جبت اي واحد في ابتدائه اي طفل هيقول لك ان ده مش سيس رولينز. وبس كده، هو كل ده اللي حصل في عرض سرفايفر سيريس وور جيمز 2025. ما تنساش بقى تقول لي في الكومنتات يا ترى مين الشخص الملثم ده؟ تتوقع ان هو هيكون اوستن سيري ولا جيكوب فاتو ولا حد تاني مفاجأة؟ وكمان تقول لي هل كده رومان رينز هيواجه كودي رودز على اللقب في راس المانيا للمرة الثالثة ولا لا؟ وبس كده، متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس الاولى وكل عشان يوصلك كل جديد. وبس كده خلص الكلام، واحلى سلام على جيش راس الاسلام.